ماذا لو قلت لك أن المغرب يتحول أمام عينيك؟ من القطارات ذات السرعة العالية إلى الملاعب العالمية، ومن الطرق السيار إلى المصانع العملاقة التي تحطم في الإنتاج كل المصانع العربية والإفريقية. هذه ليست أحلاما، بل هذه حقيقة نشاهدها تتجسد كل يوم أمامنا. سأكشف لك عن المشاريع التسعة الضخمة التي ستغير وجه المغرب في الدول العربية، إفريقيا والعالم إلى الأبد. لكن قبل ذلك أصدقائي، إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك في القناة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. والشكر الجزيل لكم إخوتي على دعمكم للقناة. هيا نبدأ على بركة الله. المشروع رقم 9 TGV، الرابط بين مدينة القنيطرة ومراكش. بعد نجاح قطار البراق في المغرب، الرابط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة طنجة، يشرع المغرب لإضافة خط آخر للبراق بين مدينة القنيطرة ومراكش. القطار السريع TGV هو مشروع لربط المدينتين بخط سكة حديدية فائق السرعة، ويهدف إلى تعزيز شبكة النقل الوطنية وتحسين الربط بين المدن الكبرى. بدأ العمل على هذا المشروع في أبريل 2025، ومن المتوقع أن يمتد الخط بطول 430 كيلومترا بسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة. هذا المشروع هو أكثر من مجرد إنجاز تكنولوجي، بل إنه محرك للتنمية المستدامة وربط المحاور الرئيسية للمعالم الاقتصادية والسياحية للمملكة على المدى الطويل، وسوف يعزز التجارة بين الشمال، وسط وجنوب المغرب، وسيكون له تأثير كبير على العمالة والسياحة والتجارة. التكلفة التقديرية لهذا المشروع تبلغ أكثر من 50 مليار درهم. المشروع رقم 8 محطة الغاز الطبيعي المسال الناظور غرب المتوسط. ميناء الناظور الجديد، المعروف أيضا باسم ميناء الناظور غرب المتوسط، هو مشروع ميناء متعدد الأغراض قيد الإنشاء في مدينة الناظور بالمغرب. يهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والإقليمي من خلال توفير بنية تحتية بحرية حديثة ومتكاملة. يهدف الميناء إلى استيعاب مختلف أنواع البضائع والمسافرين، مما يجعله ميناء شاملا. يشمل الميناء مساحة واسعة تبلغ 143 هكتارا، بالإضافة إلى منطقة سياحية مخصصة تبلغ مساحتها 20 هكتارا. يشهد الميناء استقطابا للاستثمارات العالمية والشركات الكبرى، مما يعزز من مكانته كوجهة اقتصادية واعدة. يقع الميناء في موقع استراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله بوابة بحرية هامة للمنطقة. يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوجيه الاقتصاد نحو آفاق جديدة من خلال الاستفادة من الموارد البحرية. على الرغم من التصريحات السابقة التي أشارت إلى الانتهاء من الأشغال خلال الأشهر الأولى من عام 2025، إلا أن هناك تأخيرا في إنجاز المشروع. ووفقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة، كان من المفترض أن يكون الميناء جاهزا في عام 2004. هذا المشروع هو رؤية شاملة للتنمية الإقليمية المتكاملة، سوف يعمل على تنشيط المنطقة الشرقية ويخلق الآلاف من فرص العمل، ويعزز مكانة المغرب في التجارة البحرية العالمية على وجه الخصوص مع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا. رقم 7 الطريق السريع الرباط الدار البيضاء تيط من ليل ببرشيد. تقترب أشغال إنجاز الطريق السياري الجديد الرابط بين تيط من ليل وبرشيد من مراحلها النهائية، حيث بلغت نسبة التقدم نحو 75% وفق ما أكده مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وأكد المصدر أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة، حيث تبذل الفرق التقنية جهودا كبيرة لتقليص مدة الإنجاز وتسليم المشروع قبل الموعد المحدد، والذي كان مبرمجا في أبريل 2026 دون المساس بجودة التنفيذ أو المعايير المعتمدة. ويعد هذا الورش من المشاريع الهيكلية الكبرى التي يعرفها قطاع البنية التحتية في المغرب، حيث يعتبر أول طريق سيار في المملكة يتم تصميمه وتنفيذه منذ البداية ب3 مسارات في كل اتجاه، وهي المرة الأولى في تاريخ شبكة الطرق السيارة الوطنية، ما يعكس نقلة نوعية في تصور وتخطيط طرق السيارة.
وجاء اختيار تنفيذ الطريق بهذا الشكل وفق ما أكدته الشركة نظراً للمعدل الحالي والمرتقب لحركة السير العابرة للدار البيضاء الكبرى، وخاصة محور الدار البيضاء مطار محمد الخامس، وللتطور الذي تعرفه جهة الدار البيضاء سطات، وكذا للعديد من العناصر التي تم تحليلها خلال مرحلة الدراسات الأولية. ويرتقب أن يتم تسليم المشروع بحلول نهاية سنة 2025 ليشكل إضافة نوعية على مستوى الربط الطرقي بين الجهات، ورافعة مهمة لتحسين انسيابية الحركة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة. رقم 6. توسعة مطار محمد الخامس الدار البيضاء. يجري العمل حالياً على توسعة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهو أكبر مطارات المغرب لتلبية الطلب المتزايد على حركة المسافرين. تتضمن هذه التوسعة تحديث وتوسيع البنية التحتية للمطار، بما في ذلك المباني والمرافق، لتعزيز قدرته الاستيعابية وتسهيل حركة الركاب. يشمل المطار الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين مسافر بمساحة إجمالية تبلغ 80,000 متر مربع. تهدف التوسعة إلى تحسين مستوى الأمن وتسهيل تدفق الركاب، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الإدارية واللوجستية المرتبطة بتسيير المطار. وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 42 مليار درهم بحلول عام 2030. ويجري العمل أيضاً على تشييد مقر جديد للمكتب الوطني للمطارات بالقرب من المطار، بهدف تجميع مرافقه في مكان واحد وتحديثها. رقم 5. مصنع البطاريات العملاق بالقنيطرة. يركز هذا المصنع على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بما في ذلك الكاثود والآنود، وهو جزء من استراتيجية المغرب لجذب صناعات المستقبل في مجال التنقل الكهربائي، وفقاً لصحيفة تالكيل. يقع المصنع بمدينة القنيطرة، حيث توجد بنية صناعية قوية ومصانع كبرى مثل رونو، بالإضافة إلى قربها من الموانئ، وتبلغ مساحته حوالي 100 هكتار. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الثالث من عام 2026. في المرحلة الأولى ستصل سعة إنتاج المصنع إلى 20 جيجا وات في الساعة، مع خطط لزيادتها إلى 100 جيجا وات في الساعة. تتجاوز الاستثمارات في المشروع 1.3 مليار دولار في المرحلة الأولى، وقد تصل إلى 5.6 مليار دولار في النهاية. من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 17,000 فرصة عمل، منها 2300 وظيفة عالية التأهيل. سيتم تخصيص جزء كبير من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، خاصة ألمانيا وفرنسا. رقم 4. المشروع العملاق بجنوب المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر. يهدف مشروع الهيدروجين الأخضر في جنوب المغرب إلى إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح. يمثل هذا المشروع جزءاً من استراتيجية أوسع للمغرب لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. ويركز المشروع على المناطق الجنوبية من المملكة، حيث تتوفر إمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، مع تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لدعم الاستثمار في هذا القطاع. وتتجاوز قيمة المشاريع المعلنة 300 مليار دولار. يشمل المشروع 3 مراحل رئيسية. الأولى تتضمن تخصيص الأراضي وتوقيع العقود الأولية، تليها مرحلة دراسات المتقدمة، ثم مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع. يهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في الصناعة والنقل. يوفر المشروع فرصاً واعدة لخلق فرص العمل وتعزيز التكامل الصناعي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المناخ. يتطلب المشروع استثمارات ضخمة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى النضوج سوق الهيدروجين الأخضر، وهذا ما قد يتطلب بعض الوقت. باختصار، يمثل مشروع الهيدروجين الأخضر في جنوب المغرب فرصة واعدة للمغرب لتعزيز مكانته كقوة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق أهدافه في التنمية المستدامة. المشروع رقم 3. الطريق السيار جرسيف الناظور.
الطريق السيار جرسيف الناظور هو مشروع طريق سريع يهدف إلى ربط مدينة جرسيف بميناء الناظور غرب المتوسط، ويشمل 3 أشطر رئيسية. يمتد الطريق بطول حوالي 104 كيلومتر، ويتكون من مسارين مع مكان للتوقف اضطراري. ويعد مشروع الطريق السيار جرسيف الناظور جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل في المغرب، ويهدف إلى ربط المناطق النائية بشبكة الطرق الوطنية، مما سيؤدي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يخدمها. باختصار، يمثل مشروع الطريق السيار جرسيف الناظور خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية وتنمية المنطقة الشرقية من المغرب، ويأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل في المملكة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 7.9 مليار درهم، مع تخصيص 2 مليار درهم لتحسين شبكة الطرق الوطنية والجهوية المؤدية إلى الميناء. رقم 2. الملعب الكبير ببن سليمان، ملعب الحسن الثاني. ملعب الحسن الثاني بن سليمان هو ملعب رياضي قيد الإنشاء في مدينة بن سليمان بالمغرب، ويعد جزءاً من استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030. سيحمل الملعب سعة 115 ألف متفرج، مما يجعله الأكبر في المغرب وإفريقيا والعالم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية رياضية عالمية المستوى لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. يقع الملعب على بعد حوالي 38 كيلومتراً شمال الدار البيضاء في مدينة المنصورية بإقليم بن سليمان، وتبلغ تكلفته بحوالي 500 مليون دولار. يشمل الملعب الرئيسي ومضمار لألعاب القوى وقاعات رياضية متعددة التخصصات ومسبح أولمبي مغلق ومركز مؤتمرات. ومن المتوقع انتهاء الأشغال بناء هذا الملعب بحلول عام 2028. رقم 1. الملعب الجديد مولاي عبد الله في الرباط. يشهد ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط عملية إعادة بناء شاملة تهدف إلى تحويله إلى منشأة رياضية عصرية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية. هذا المشروع الضخم يأتي ضمن استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا لكرة القدم المقبلة، دون أن ننسى الهدف الرئيسي للملعب، وهو احتضان نهائيات كأس العالم 2030. تصل سعة ملعب الأمير مولاي عبد الله إلى 65 ألف متفرج، مما يجعله واحدا من أكبر الملاعب في المغرب. وستتميز المدرجات بتصميم حديث يغطيها بالكامل، وستكون مبنية على 3 طوابق لتوفير رؤية مثالية للجماهير. كما سيزود الملعب بنظام إضاءة متطور يستخدم داخل رقعة الملعب في المدرجات وفي المرافق الخارجية، مما يضمن تجربة استثنائية للحضور والمشاركين. تسير أشغال إعادة البناء بوتيرة سريعة، وقد بلغت المراحل النهائية، ومن المتوقع اكتمالها بحلول نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل كحد أقصى. ومن بين المرافق الجديدة التي سيشملها المشروع، خصصت الحكومة المغربية ميزانية قدرها 300 مليار سنتيم لإعادة بناء الملعب ومرافقه المرتبطة، مما يتيح سهولة الوصول والتنقل داخل الملعب وخارجه. كما سيتم تركيب مقاعد مريحة في المدرجات باستخدام تقنيات حديثة لضمان راحة الجماهير. بالإضافة إلى احتضانه مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا المقبلة، ومن المقرر أن يستضيف ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله المباراة النهائية للبطولة، كما أنه سيشكل مركزا رياضيا متعدد الاستخدامات قادرا على احتضان مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية. ويمثل مشروع إعادة بناء ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله نقطة تحول في البنية التحتية الرياضية بالمغرب، ويعكس التزام المملكة المغربية بتطوير قطاع الرياضة وتعزيز قدراتها التنظيمية على المستوى القاري والدولي. وهذه المنشأة الحديثة ستكون بلا شك إضافة نوعية تدعم رؤية المغرب كوجهة رياضية عالمية.